السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل المكرونه البشاميل، مكرونه امهاتنا اللي كانوا بيعملوها زمان من غير اي افتكاسات فيها خالص. هعملها لكم بالطريقه اللي كنا بنعملها بالظبط. يلا بينا. اول حاجه انا هعمل صينيه كبيره الحقيقه، صينيه تكفي من 15 ل 18 فرد، لاني عندي مناسبه، عندنا كتب كتاب. فيلا هنبدأ كده. عندنا 4 علب من المكرونة دي، والحقيقة كل علبة تقريبا 400 جرام. ومعانا 4 لتر من اللبن، ومعانا كمان كوباية دقيق، كوباية زبدة، ومعانا معلقة مرقة فورية، ومعانا قشطة وملح، ومعانا جوز الطيب، ومعانا فلفل أسمر، ومعانا بصل باودر. كل الحاجات دي. بس يلا نبدأ نعمل اللحمة المفرومة الأول، نعصجها. معانا 1.5 كيلو من اللحمة المفرومة، وهننزل على، ومعانا كمان 4 بصلات كبار. هناخد 3 بصلات نقطعهم وننزل بيهم في الزبدة أو السمن، وشايلين بصلاية متقطعة على جنب. لازم نحمر البصلة شوية كده. أنا مش بحب أبدا أنزل باللحمة الأول وبعد كده البصل، الحركة دي بتفرق قوي، وصدقيني جربي الطعم وانت هتشوفي قد ايه بتكون جميلة. هنفضل بقى كده ايه، نشوح في اللحمة مع البصل. وبعد ما نشوح اللحمة مع البصل، هنغطي عليها سنة او بس نسيبها حبة كده صغيرين بس تشمع. بصي، عايزة اللون بتاع اللحمة كله يبيض الاول قبل ما ننزل باي توابل. تمام، اهي تبقى بالشكل اللي انتي شايفاه قصادك ده. وبعدين هنبدأ ننزل بالتوابل: معلقة مرقة فورية، ومعلقة من البصل البودر، ودي نقلة تانية خالص للمكرونة. وهننزل بقى بمعلقة جوز الطيب، وهننزل بمعلقة فلفل أسمر. أنا أسفة، جوز الطيب رشة خفيفة خالص، ورشة قرفة، ورشة قرنفل، ومعانا كمان رشة من الحبهان. وطبعا مش هننسى الملح. يبقى احنا نزلنا معلقة بصل بودرة، ونزلنا معلقة بهارات 7، وعندنا رشة من جوز الطيب، رشة من القرفة، رشة من القرفة. تمام، ورشة من الحبهان. بس كده. هنبدأ بقى هنا نجيب الطماطم. والطماطم هنا انا مستخدمة التوميتو صوص، مش مستخدمة توميتو بيست. التوميتو صوص دي طماطم بتبقى خفيفة شوية، اخف من الصلصة اللي هي التقيلة بتاعة البطرمان او العلبة. ممكن تبشري طماطمية وتنزلي بيها، او تنزلي بمعلقة صلصة تقيلة، كله حلو زي بعضه. بصي بقى كده بدأت تتسبك، شفنا الزيت طلع لفوق كده، فهي اتسبكت. هنيجي بقى البصلايه اللي احنا شلناها على جنب، هننزل بيها، ومعاها كمان نص فلفلايه رومي متقطعه كده، ايه اللي هو الفلفل البارد. بس كده. وهنا في المرحله دي نقلب، نمزجهم ببعض، ونقفل النار على طول، ما نخليش النار مفتوحه. يلا بينا نعمل البشاميل. هنا انا معايا كوبايه زبده او كوبايه سمن، اخدنا كوبايه الا ربع، وشيلنا الربع على جنب، ونزلنا بكوبايه الدقيق. ودلوقتي هقولك هنعمل ايه بالربع كوبايه اللي فضل معانا. هنقلب كويس. كانت مامتي وهي بتعلمني وانا صغيره كانت تقول لي تفضلي تقلبي لغايه لما لونها يبقى لونها بيج كده زي لون الرخامه، طبعا رخامه المطبخ. طبعا دلوقتي الرخام بقى الوان. المهم بقى احنا دلوقتي هننزل باللبن بعد لما الدقيق ريحته طلعت كده، حسيت ان هو اتحمر فاتح. هننزل باللبن. والحقيقه انا مش هنزل بال4 لتر كلهم، هنزل ب3.5، وهخلي النص جنبي هقول لكم هنعمل بيه ايه. طيب نزلنا بقى بمرقة الدجاج، ونزلنا بالملح والبصل الباودر. بتحطي معلقة بصل باودر في البشاميل، يا نهار ابيض على الجمال. وكل حد هيدوق المكرونة بتاعتك هيقولك ايه الطعم المميز ده، محدش هيصدق خالص. بس انتي جربي وشوفي هتبقى عاملة ازاي. قلبنا وكله تمام. بصي احنا عايزينه بقى نفضل ايدينا فيه علشان ما يلسعش من تحت، عشان البنات اللي لسه بتتعلم جديد. خلاص كده تقل. هننزل بمعلقة القشطة، معلقة كبيرة من القشطة. هننزل بالفلفل الأسمر رشة، ورشة جوز الطيب. ومعانا بيضتين على كل الكمية دي، 3.5 بيضتين. أيوة، على 3.5 لتر لبن بيضتين. أنا مش بحب أكتر بيض. تمام. هنيجي هنا بقى ناخد العلب المكرونة، أو زي كيس المكرونة عندك، هي تقريبا من 450 جرام من المكرونة. أخدنا 4 عشان احنا قلنا هنعمل صاج كبير. تمام. اهو هنفضل احنا سلقناها 3/4 سوا فقط، 75% بس، يعني 75% وخلاص.
خدنا نص المكرونه دلوقتي وهنبدا ننزل عليه بالبشاميل. طبعا البشاميل عشان فيه دقيق فبيتقل كل ما بتسيبيه. النص لتر لبن اللي سيبناه زياده بصي بنزود منه ازاي واحنا بنعمل البشاميل واحنا بنخلطه بالمكرونه. اوعي تشتغلي البشاميل يكون تقيل كده معاكي وعامل زي الكريم، لا لازم تشتغلي بيه يكون معاكي كده لين كده وجميل قوي. طيب هنفردها كويس، وقبل ما نحط العصاج هنيجي هنا هنزود حبة لبن برضو لانه تقل معانا البشاميل. وبعدين نبدأ كده ان احنا ايه، ناخد من البشاميل ده وننزل على وش المكرونة قبل ما نحط اللحمة. كل صينية صغيرة من المكرونة البشاميل بتاخد تقريبا بتاخد 450 جرام، يعني مثلا قولي علبة مكرونة ومعاها نص كيلو من اللحمة، او علبة ونص مكرونة ونص كيلو من اللحمة. تمام. ولو انت بتعملي الصينيه الصغيره اللي هتحطي عليها نص كيلو مكرونه دي بتاخد معاكي 3 معالق زبده او سمنه و3 معالق من الدقيق ولتر من اللبن. تمام. هتحطي لتر الا ربع وتخلي ربع جنبك تفضلي تزودي منه للبشاميل وانت بتعملي الصينيه وانت بتحضري الصينيه. اهو هنبدأ كده ننزل بالنص التاني. اوعي تحطي جبنة في المكرونة البشاميل، اوعي ابدا. الموتزاريلا تشيز او مثلا التشيدر او الحاجات دي كل ده بيغير طعم المكرونة بالبشاميل. المكرونة البشاميل المصري الاصيلة بتتعمل بالقشطة واللبن والسمنة او الزبدة وبس فقط لا غير. وانا ليه عملت العصاج بالزبده بالزيت؟ عملته بالزيت عشان يبقى خفيف، لان انا مستخدمه زبده او سمنه بكتير، يعني كميه كويسه محترمه للصينيه، فكده بنعمل بالانس للدهون اللي احنا حاطينها. تمام. دي الربع كوبايه اللي فضلت بقى هاخدها اسخنها في الميكرويف، بس اسيحها مش هسخنها، هسيحها بس. وهنا بعد ما فردنا المكرونه في الصينيه هنخفف البشاميل اللي فاضل ونبدأ بقى ناخد البشاميل اللي فضل ده وننزل بيه على وش الصينية بالشكل الجميل ده. لازم تنزلي بيه علشان تعملي طبقة عازلة عن المكرونة، لانك لو دخلتيها كده على طول وحطيتي على وشها بيض او whatever يعني انت بتحبي تحطي على وشها، هتبصي تلاقيها بعد كده تلاقي المكرونة نشفت، مش ادت تحميرة، لا بتنشف. اما دي بقى بتكون طبقة عازلة بتبروتكت المكرونه بتاعتك لما بتحطيها، يعني بتحافظ على المكرونه بتاعتك، بتحميها من انها تنشف. تمام. طيب دي هي بقى المكرونه لازم تبرد وتشمع، الطبقه اللي حطيناها فوق دي تبرد خالص، وبعدين نيجي عليها بالربع كوبايه الزبده ونفردها على الوش كده. انا مش بحط بيض على الوش خالص، جربي الحركه دي وهتشوفي الفرق والطعم هيبقى عامل معاكي ازاي. طعم جميل وما تسخنيها ومفيش اي طبقه ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص، حاجه في منتهى الروعه. بجد جربيها وعلى ضمانتي وتعالي قوليلي في التعليقات. هنا بقى معانا بريد كرامز اللي هو البقسماط المطحون، وهنبدأ ننزل عليه كده على الوش بعد ما حطينا الزبدة. عارفة لما بتعملي تشيكن بانيه، شوفي بقى البانيه بيبقى طعمه جميل ازاي معاكي، هنا نفس الفكرة، بتدي طعم روعة وقرمشة كده من فوق على الوش لذيذة قوي وبتبقى حلوة خالص. شايفة؟ وزي ما اتفقنا اوعي تحطي جبنة على المكرونة، حطي على الالفريدو، حطي على النجراسكو، اما المكرونة بالبشاميل لا. هنا بقى البوفيه اللي انا عملته الصغير ده كنت عامله مشاوي ريش وسمبوسه لحمه وسمبوسه جبنه وكفته وفراخ مشويه ومسقعه زي اللي وريتها لكم قبل كده في فيديو، ومحشي كرنب وحاجات جميله قوي. وهنا بوفيه صغنن كنت عامله منه البيتي فور، وعامله البسبوسه بالبندق، وعامله كمان بقلاوه صوابع بعين الجمل. كان حاجه جميله قوي، واتمنى ان انتوا تجربوا ان شاء الله، واللي يعجبكم قولوا لي اعمله لكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.